السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بألف خير ورمضان كريم علينا جميعا. ما زال البنك الأهلي المصري أقدم البنوك وأعرقها يواصل تقديم خدماته المصرفية المتميزة، وصرف امبارح 3 أهداف في مرمى محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، خرج بيهم نادي الزمالك من دوري رابطة المحترفين المصرية، آخر البطولات اللي كانت متاحة لنادي الزمالك يحفظ بيها ماء وجهه بعد الخروج المتكرر والمغزي من البطولات السابقة. نادي الزمالك في خلال 7 شهور يا مؤمن خسر 6 بطولات. خسر كاس لوسيل قدام الهلال السعودي، خسر السوبر المصري قدام النادي الاهلي، خسر كاس مصر النسخه بتاعت السنه اللي فاتت قدام بيراميدز، خسر دوري رابطه المحترفين، خسر دوري ابطال افريقيا وحصلت مجموعته. وطبعا الدوري المصري الزمالك بيحتل فيه المركز الخامس، ملوش فيه ناقه ولا جمل، الفرق بين النقط شاسع بينه وبين متصدر البطوله النادي الاهلي. فالزمالك كل ما يطمح في الدوري المصري انه يحاول يخطف المركز الرابع او الثالث عشان يشارك في البطولات الافريقيه القادمه. نادي الزمالك خسر امبارح 3-0. نادي الزمالك الفرقه الوحيده في الرابطه في دوري الرابطه اللي خسر بنتيجه اللقاء، يعني ما خسرش بضربات الجزاء. كل اللقاءات اللي خلصت بيهم اللقاءات دوري الرابطه خلصت بضربات جزاء، الا نادي الزمالك الوحيد اللي شال 3 بكل اريحيه ورضا. نادي الزمالك قدم اداء سيء ومتواضع من لعيبه ما عندهاش اي روح ولا اي نيه انها تكسب او انها تعوض جماهيرها باي بطوله تحفظ بيها ماء الوجه بعد الخروج المتكرر والمتوالي من كل البطولات. نادي الزمالك كانت عنده الفرصه متاحه انه يبقى اقوى المرشحين للفوز بالبطوله بعد ما النادي الاهلي اعتذر عن البطوله لضيق الوقت وانشغاله في البطولات المختلفه. كمان نادي بيراميدز امبارح خسر من نادي بضربات الجزاء، فكانت الفرصه متاحه لنادي الزمالك لو كان كسب انه يبقى هو المرشح الاول للفوز بالبطوله. ونادي الزمالك تعويض جماهيره امر سهل، يعني جماهير الزمالك لو انت عوضتها ببطوله حتى لو كانت بسيطه تبقى عندها حاجه عظيمه جدا، اكنها يعني خدت كل بطولات السنه. لكن نادي الزمالك ابى على نفسه انه يفرح الجماهير وخسر باداء سلبي وصفقات مضروبه دفع فيها ملايين كتيره جدا ما قدمتش بربع جنيه كوره. كانت ملحوظه عندي في اللقاء امبارح كمان على باسم مرسي. باسم مرسي ما بقاش يقدم اداء متواضع، لا بقى يقدم اداء مشبوه. كل ما بيلعب قدام نادي الزمالك للاسف يعني بيقدم اداء مشبوه. يا باسم انت عمال من فرقه لفرقه بتنزل من فرقه من الاسماعيلي لفرقه دي للفرقه دي، ما بقتش متذكر عدد الفرق اللي انت لعبت فيها من ساعه ما مشيت من نادي الزمالك. وكل ماتشاتك قدام نادي الزمالك مع كل الفرق اللي بتلعبها بنفس الاداء اللي بيبقى عليه مليون علامه استفهام. يا باسم المفروض تتقي الله في اكل عيشك. الفرقه اللي انت بتلعب لها دي المفروض تصون الفالنه انت تلعب بيها عشان ربنا يكرمك، وما تفضلش الموضوع عمال ينحدر معاك من فرقه لفرقه اقل، وفي الاخر انت ما بتكبرش. في اوقات تكون فاكر ان بالاداء ده انت بتكبر في عين جماهير نادي الزمالك. ابدا، بالعكس، عمر ما حد بيعمل كده. وممكن تحبك لكن ما تحترمكش. يعني ممكن لو انت بتعمل كده مع جماهير انت بتحبها، الجماهير دي ممكن تحبك لكن ما تحترمكش، انت في نظرها مش مؤتمن على الفرقه اللي انت بتلعب معاها. دي كانت ملحوظه عابره يعني في لقاء امبارح يعني. طيب نسيبنا من دوري الرابطه، وعلى الجانب الاخر منتخب مصر بكره عنده لقاء هام مع منتخب ملاوي في تصفيات كاس الافريقيه. اللقاء هيتلعب بكره الساعه 3 العصر في جو صعب قوي في رمضان، ولاعيبه منتخب مصر كمان الحمد لله عودونا ان هم بيصوموا في اللقاءات الخارجيه لما تبقى في رمضان وفي مواعيد كمان صعبه، سواء بقى صيف او الوقت بيبقى حرارته عاليه، لكن برضه لعيبه مصر ربنا بيكرمهم بيحافظوا على صيامهم. منتخب مصر طبعا هو البطل التاريخي للبطوله، اخذ البطوله دي 7 مرات. ان شاء الله ماتش بكره هام عشان يتصدر المجموعه ويبقى قرب جدا من ان هو يصعد لكاس الامم ان شاء الله. البطوله لحد دلوقتي صعد لها 3 فرق، طبعا كده مستضيف البطوله هو صعد عاده يعني اوتوماتيك، هو صعد كوت ديفوار مستضيف البطوله، كمان صعد منتخب الجزائر محارب الصحراء، وصعد كمان منتخب المغرب اسود الاطلس اللي على سيرته ما زال يؤدي اداء رافع بيه راس كل العرب والافارقه. منتخب المغرب اللي كل يوم بيحطم قوة كروية كبيرة، بدأها في كاس العالم، فاز على بلجيكا، فاز على كندا، تعادل مع كرواتيا، فاز على البرتغال، قدم اداء استثنائي وما زال يؤدي اداء رائعا. كملها كمان من اول امبارح بانه فاز على منتخب السامبا البرازيلي وما ادراك من البرازيل 2-1
في لقاء قوي جدا في مدينة طنجة. بقى الاداء القوي لمنتخب المغرب والفوز على القوى العظمى مبقاش اداء استثنائي ولا فوز استثنائي، بل بقت هي دي القاعده لمنتخب المغرب. منتخب المغرب بقى رقم صعب في الكره العالميه. كل ده حصل لمنتخب المغرب، والطفره دي حصلت لان ربنا رزقهم مسؤولين قالوا على نفسهم رفعت كره القدم المغربيه ورفع العالم المغربي في كل المحافل وتدعيم كل الانديه. ادينا شفنا الوداد بياخد بطوله دوري ابطال افريقيا، بنشوف نهضه بركان بياخد الكونفدراليه. ناس ما عندهاش بقى خير ولا فقوس، ما بتخبيش خطابات، ما بتتجاوزش في القيد بعد فتره القيد، لا، كل الموضوع ماشي بالعدل. وانت ادام اقمت العدل اكيد ربنا هيكرمك. ربنا يرزقنا مسؤولين زيهم يحاولوا يحطوا الكره المصريه على الطريق الصحيح، لان مصر تستحق اكتر، احسن من اللي موجود، افضل من اللي موجود. للاسف احنا ربنا رزقنا مسؤولين للاسف يعني ليهم توجهات وليهم انتماءات وليهم بقى ايه موائمات بتحصل. فربنا يا رب يكرمنا بناس تحاول تحطنا على طريق مشرف زي ما حصل كده مع المنتخب المغربي اللي بسم الله ما شاء الله خد رابع كاس العالم ومستمر في طفره بقى حاجه سمعه عالميه جامده جدا. ربنا يكتب لهم التوفيق ويكتب لنا احنا التوفيق ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم.